العجة المصرية بطريقة مختلفة شوية على طريقتي أنا، وبمكون واحد هتاكلوا أحلى عجة مصرية. لا، هتاكلوا بقى عجة اسكندرانية. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي بدنا نطبخ مع حنان. شايفين الجمال ده كله؟ الجمال ده كله بمكون هيحولها، هيوديها في مكان تاني، والطعم هيبقى روعة روعة روعة. كمان اللي هيجربه معلقة سمنة في طاسة غويطة شوية ومعلقة زيت تديها طعم. نزلت بثلاث بصلات مكعبات كده، نزلت بيهم والزيت سخن. وده المكون معايا هقول لكم عملنا إيه دلوقتي. شايفين المبشره دي؟ الجهه الايوه اللي هي في الجنب، مش اللي خشن قوي ولا الناعم، المتوسط. معلقه توم مهروسه، نزلت بعد ما البصله اتدبلت. خليكم معايا كده ركزوا. البصله دبلتها بالزيت والسمن، نزلت بمعلقه التوم. كله هشوحه وادبله. المكون اهو بطاطسايه بشرها، اهو نزلت بقى بيه بشرها في الجهه المتوسط، بشرتها وعصرتها. ايوه بطاطسايه، بطاطسايه بتوديها في مكان تاني. والخليط ده بص هشوح، مش هنزل بالفلفل الا لما هلاقي برضو البطاطسايه اخدت برضو اتدبلت خالص خالص. بقى كله مع الثوم والبصل وداه في مكان تاني. فلفل بقى سبايسي بلدي معايا كده، معايا زي نص فنجان، نزلت بقى بيه كله على بعض. انا حاطه سبايسي على بلدي. اوكي. ومعايا برضو 3 طماطمات مقطعاهم برضو مكعبات. كله على بعضه بقى دبلي دبلي. وفي خضره حزمه شبت وحزمه كزبره، اهو شبت وكزبره. لو حابه تحطي بقدونس حطي، ما كانش عندي وما حطيتش. كله اهو خلاص. بعد ما دبلت طبعا البصل والثوم والبطاطس، يا حنان بطاطس، تعالوا فلفل اسود كمون كزبره، وهنحط الملح. البطاطسايه دي بتديها طعم حلو قوي قوي قوي، لذيذه وما بتبانش اصلا، بس بتديها طعم جدا. حطيت كل حاجه نص معلقه من فلفل وكمون وكزبره ناشفه، بس ما حطيتش حاجه بقى تاني. تعال لقيتها ناشفه كده عشان البطاطس انتوا عارفين نشويات. نص معلقه ملح. خلي بالك من الملح شويه وانت بتتعاملي معاه، لان هي ما فيهاش مكونات تاخد الاملاح منك. اوكي. نص معلقه وهزها كده. اوكي. بعد ما خلاص اتسبكت، وانا كنت حاطه لها ميه عشان تستوي، تسوي الخضار خالص، وغطيت سبتها بقى تبرد بقى. شلت الغطا وسبتها تبرد خالص. معايا 5 بيضات، ممكن تعملهم ب4 كمان على فكره، مش هتفرق معانا. تعال معلقتين 2 خل عشان البيض. وهقول لك على بقى الخطوه التانيه، والسر بقى ان انت عمرك ما تلاقي بيض ولا اي حاجه. اهم حاجه تكون البوله ناشفه، ايدك ناشفه. كل منتج، كل خامات بضرب اهوت الخل بالبيضه، كل خامات البيض العجه دي لازم تكون ناشفه كلها. دي ربع كوبايه، هحط ربع كوبايه كمان، يعني احنا هناخد نص كوبايه دقيق. نزلت بالدقيق على البيض، ربيت الخل بالدقيق ده، عمره ما يبقى ليه ريحه زفاره ابدا. معلقتين خل على ال5 بيضات. واصله المعلومه ولا عيد تاني؟ عرفوني قولوا لي كده. يلا بنقلب. لا لقيته بقى ايه، مش فريش كده. كربونات، نص معلقه كربونات، نص معلقه صغيره كربونات. برضو بتبقى مهمه جدا. ما فيش اعملي حطي بيكنج باودر، ما فيش مشكله. بهاند بلندر بقى، بمضرب كهرباء، كل ما تضربيها كل ما تبقى ما فيش ريحه زفاره. طبعا الخليط اهو اتبرم. كل ما تضربي، بص واحده واحده هشوف، هجرب بقى. بص مش هجرب، انا هشوف الاول الخليط اهم حاجه، ولا هو يبقى سائل قوي ولا هو يبقى ماسك قوي. انا كنت حاطه ربع كوبايه دقيق ضربتهم مع البيض. هحط بقى كمان، هحط 3 معالق بقيمه ربع كوبايه كمان، يبقى كده هيبقوا 6 معالق دقيق. وزي ما العجينه تكون في ايديكي، اوكي، زي ما العجه تكون في ايديكي اهو. ده كده 2، هحط معلقه كمان هيبقوا كده، لان الربع كوبايه اللي انا كنت حطاها دي كانت 3 معالق، هيبقوا كده 6 معالق. هحط معلقه كمان برضو، لقيتها كده سايله. معلقه كمان كده تمام، حلو قوي كده. واحده واحده، وفي ايديكي انت تقدري تتحكمي فيه. الخضار يبقى فيه كده. انا برضو ما حطيت معلقه الميه شكلها ايه، زودت السوائل بتاعها، ده اللي خلاني ازود الدقيق حب. بس جميله جميله جميله. اوكي. يلا بينا. بس انا حطيت حبه المعلقتين الميه عشان الخضار يستوي على درجه حراره النار متوسطه، على الرف الوسط على 180. اخدت لها نص ساعه. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الجمال ده؟ حلوه جدا جدا جدا، جميله وريحتها حلوه. باين الكاميرا برضو ما بتصورش بتلقط. يلا بينا. بص الجمال، بص الطعامه، بص اللذاذه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. حلوه قوي زي ما قلت لك، ممكن تعملها ب4 بيضات بس، حلوه جدا. طعمها حلو شيق، لذيذه قوي. بصوا بقى هنقطعها بقى كده. ايه ده؟ دي تورته، دي مش عجه. بصوا الجمال. كيكه، ده نقول عليها كيكه. بصوا
الله، الله! مش قادرة بقى أوصف لكم ريحتها بقى، بُصّوا، بُصّوا الجمال بتاعها، بُصّوا الهشة بتاعها، بُصّوا عاملة إزاي ولونها، لونها حلو أوي، أوي، مميز جدًا، قلبها حلو أوي، طعمها كمان مسكّر، البصل كمان وأنا مقطّعاه وما دبّلته ولا حرقته ولا حطّيته ني، ما حطّيتش أي حاجة يعتبر ني، كُلّه مسبّكاه كُلّه كده مشوّحاه، والبطاطساية كمان مدّياها طعم حلو جدًا، ومخلّيها كده إيه، لها طعم، فاهميني إزاي؟ ما تبقاش دقيق وبس دقيق وبيض لأ، البطاطساية بتفرق معاها أوي، 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 أوي كمان. شايفين الجمال ده؟ أقول إيه تاني؟ ما عنديش حاجة أقولها غير أقول لكم جرّبوها حلوة، لو ما لكوش في الرنجة بقى والفسيخ ادّوها عِجّة على طول، على طول. أشوف وشكم بخير في فيديو جديد مع ألف سلامة، في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو.